لو بنتك النهارده جت وقالت لك، طبعا مش النهارده، لما تكبر شويه، جت قالت لك لا انا مش عايزه اشتغل، تنصحيها بايه؟ عايزه اتجوز واقعد في البيت. بصي، هو ده هيبقى اختيارها. اتمنى هتسيبيها؟ اتمنى امم. ان هي تبقى بتشتغل، واعتقد انه انا هخليها تجرب ده من سن اصغر من سن التخرج. يعني اصغر من ان هي تخلص جامعه يعني احنا دايما بنستنى نخلص جامعه ونبتدي نشتغل. ونبتدي. انا مثلا اعتقد ان انا لو كنت خلصت جامعه وكنت اتجوزت بعد الجامعه وكده كان ممكن حياتي تاخد. هي جت صدفه انه انا بنزل الجامعه فبشتغل عشان اجرب اشوف ايه اللي بيحصل في العالم ده. فانا اعتقد ان انا لو بدات معاها ان سن اصغر من التخرج، ان هي تبقى متخيله ان هي خلصت دراسه فعايزه ان هي تجرب، هي هتكتشف نفسها ان هي تعمل اي حاجه عشان بس تكتشف النصيحه نفسها. انها تجرب، طبعا يعني لو هي حتى لو مش عايزه تجرب ممكن تقولي لها طب انزلي يا شيخه يعني يوم. هو في الواقع انا من دلوقتي باخدها معايا الشغل وبفهمها ان هي بتشتغل، وبدي فلوس مثلا لحد في الشركه على اساس ان هي انت النهارده عملتي واحد كذا كذا وخدي الفلوس. بخليها تحب ان هي، وتبقى مستنيه فعلا تيجي تقولي دلوقتي.